من الأسماء: محمد عبد المنعم، واحمد سامي، عمر كمال، مروان عطية، محمد النني، احمد سيد، محمد، واخيرا عمر مرموش. الجانب الاخر المنتخب الجيبوتي قائمة اسماء في قائمة المختارة من مدرب كأس اشرف. في عمر ما زالت الكرة معه، يستحوذ عليها وتسديدة، مرت الكرة الى خارج ارضية الملعب. كرة عمر مرموش الى ركلة مرمى لاعب انتراخت فرانكفورت اللي قدم لمحة جميلة في اللقطة الماضية. عمر ملعوبة على الجهة اليمين، هذه الكرة والتغطية. عمر كمال ياخذ الكرة بالطرف الايمن، يلعب تمريرة منتصف الملعب لكنها ايضا مقطوعة الى الامام. عادت مرة اخرى للمنتخب اليسار لكنها مقطوعة، تعود في صالح هذا الهجوم المستمر المتواصل. المنتخب المصري راكن يحاول فيها للوصول الى المرمى، ومعاناة كرة ملعوبة الى منطقة الجزاء. محمد صلاح وقيادته في هذه التصفيات. الكرة مقطوعة، هذا الفارق دائما يدعوك الى ان تتوقف. وثم ايضا رياض سعيد، الكرة ملعوبة عرضية لمنطقة الجزاء. محمد صلاح براسية لكن القارات تتذكرون المشاركة الرائعة صلاح بتسديدة مرت الى خارج ارضية الملعب. تسديدة محمد صلاح كانت رائعة متواجدة الى جانب المنتخب المصري. نتذكر تلك العناصر الرائعة اللي توجت باكثر من نسخة لبطولة افريقيا في تلك السنوات. افريقيا بقيادة السيد الجوهري. الكرة فيها صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة الجهة اليسار، ثم محمد صلاح في كرة يسجل معها محمد صلاح أول هدف الفراعنة، أول هدف وأول خطوة نحو كأس العالم 2026. المنتخب المصري سجل واصلة عن طريق عمر كمال، عدى فيها السقوط في منطقة الجزاء والقرار نعم بركلة جزاء. المنتخب المصري يكسب ركلة جزاء، ياخذ القرار بالتنفيذ. صلاح وتسديدة، ثاني اهداف المنتخب المصري، وصلاح يسجل ثاني اهدافه. اذا 20 دقيقة فقط كانت كافية من اجل ان تشهد منتخب الفراعنة يتقدم بثنائية عبر نجم الكبير محمد صلاح الذي يضيف ثاني اهدافه عبر علامة الجزاء. الهدف الثاني، الكرة قوية إلى محاولة هنا لكأس العالم، محاولة بالطرف الأيمن في ضغط على حمل الكرة. التصفيات حاضرة، كرة اللعب إلى عرضية داخل منطقة الجزاء مقطوع، وفي شوط المباراة الأول خصوصا إلى تمريرة على الجهة اليمنى. هذا اليوم الكرة اللعب، فوز لمنتخب الكونغو اللي حصل على 3 نقاط إيجابي بين منتخبين قبل هذه المباراة. لعبة عرضية لكن مقطوعة، ترجع بتسديدة لكن الكرة من النني بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. النني كان قريب جدا من تسجيل أول أهدافه في المباراة وثالث أهداف المنتخب المصري. النتائج مهم جدا بالنسبة للمنتخب المصري. الكرة اللعب على الجهة اليسار لكن فيها صافرة. نيجيريا تغيب فترات، وعندنا بالكمال التطلعات بالنسبة لجماهير. أخذ كرة، التمريرة بالأمام واصلة إلى عمر، يأخذ الكرة من الطرف الأيمن، مجهود رائع بالنسبة. المحاولة في الجهة اليمين إلى صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة. طاليا بحضور بيرلو، الكرة اللعب إلى محاولة والتسديدة لكن من محمد صلاح. سولايت أنقذ الكرة إلى خارج أرضية الملعب لتصبح ركلة ركنية في صالح المنتخب المصري. مصر كانت المباراة الثانية. طبعا نذكر حضراتكم بقائمة الذي تمكن منتخب مصر معه من المنتخب المصري، فاز ذهابا وإيابا على 0. الهدف الثالث محمد صلاح يتمكن من تسجيله وهاتريك للنجم الكبير محمد صلاح. أضاف الهدف الثالث بعد عرضية رائعة باتجاه محمد صلاح. صلاح يسجل ثالث أهدافه في المباراة وسط فرحة. رابع راحت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. فرصة اقترب معها المنتخب المصري. المنتخب المصري عنده كرة الآن في الجهة اليسار، المرور والتسديدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى. الآن الخطوة الأولى نحو الوصول إلى الماضية بعد أن شارك في نسخة في كأس العالم. الكرة اللعبة الطويلة، يلعب كرة في منطقة الجزاء لكن ركلة مرمى. وصلاح كان على موعد مع سوبر هاتريك صلاح، لكن هذه الكرة وين راحت من صلاح؟ أمر لا يصدق بأن صلاح يضيع مثل هذه الكرات.
صلاح اللي تعود على ما هو أصل ثاني، أحد أجمل الأهداف. والكرة تسديدة، الله على محاولة للمنتخب المصري. الكرة ارتطمت في العارضة، يا لها بالكرة. والمنتخب المصري اللعبة الجزاء، الكرة لهدف رابع ممكن. الله على المرور والتسديدة، مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، عدى فيها بشكل سليم، لكن التسديدة مرت بعيدة إلى خارج. الدادزي غادر أرضية الملعب بالإضافة منفذة من علي، انطلاقة حمزة عبدي، لكن تريزيجيه. بالنسبة للنتائج احتكاك المحاولة المنتخب المصري. صلاح بتسديد، الله تمكن من تسجيل سوبر هاتريك الآن في المباراة. المنتخب المصري يكرر النتيجة سنة في مباراتين ذهابا وإيابا، انتصر فيهما على منتخب جيبوتي 4-0 4-0 الليلة، وعبر محمد صلاح تمكن من تسجيل المنتخب المصري. والكرة تسديدة، عادت مرة أخرى، هدف خامس للمنتخب المصري. نعم، هدف خامس يستحق مصطفى بصراحة، قدم أداء كبير في مباراة الليلة، مكن في النهاية من تسجيل خامس الأهداف في صالح المنتخب المصري. هذه النتيجة تصبح رقم قياسي في مواجهة المصري. كرة اللعب على الناحية رسالة شديدة اللهجة لتمريرة اللعب طويلة بالأمام، يعني بصراحة الكرة لصالح المنتخب المصري، تسديدة لكنها تسديدة، الله الله على كرة وعلى لقطة، معها تمكن المنتخب المصري من تسجيل سادس أهدافه في المباراة، يقسو